حكم شرب القهوة المصنوعة من روث حيوان الزباد عند السيد السيستاني وعند جميع مراجع الشيعة. الواقع عجبا، يعني عجبا تسمع أن مسلم يقول أغلى أنواع القهوة هي القهوة المصنوعة من روث هذا الحيوان، حيوان الزباد، أو مصنوعة من فضلات الطيور، نوع من الطيور أيضا، ويباع في الدول الإسلامية، ويتسارع عليه بعض المسلمين لشرائه ويفتخرون أنه يشربون تلك القهوة وأنهم يشترونها بأسعار غالية جدا. عجبا لهم، أينتمون إلى مدرسة رسول الله؟ واضح إن شاء الله. أولم يقرأوا أولم يسمعوا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم شرعي حتى الأرشة في الخدش؟ أولم يقرأوا القرآن فيه تبيان لكل شيء؟ تتعجب أنهم ينتمون إلى مدرسة رسول الله، ينتمون إلى القرآن ويفتخرون. وين يصنع؟ في دولة إسلامية اللي هي أندونيسيا. يعني عجبا أقول، كيف؟ انظروا، يأكل الآن والفضلات مالته يصنع من عده. يعني عجبا، ما أدري، يعني عجبا لكم أيها المسلمون. أولم تقرأوا قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ الطيبات، أكل الطيبات، شرب الطيبات، الخبائث. أولم تعلموا أن الفضلات لأي حيوان هي من الخبائث؟ أي حيوان فضلاته من الخبائث؟ ما أدري، عجبا. زين، هذا الحيوان غير مأكول اللحم، فبالنتيجة الفضلات مالته نجسة، فضلاته حالها حال فضلات القطط، فضلات نجسة حال فضلات البزازين. شلون أنتم تشربون؟ يعني هذا عبارة عن شيء نجس، أنتم تنجسون به الأواني، تنجسون به الفناجين مالت القهوة، ثم تشربونه بكل صلافة ووقاحة، وأنتم تنتمون. فعليكم بالاستغفار وعدم الشراء، لأنه حرام في حرام، ضياع للدين أيها الأحبة. لا تبتعدوا. واضح أن القلوب تصدأ بمن؟ بهذه الأكل المحرم، بالشرب المحرم. هذا الجسم قاعد يبنى من الحرام. يا أمة الإسلام، يا من تنتمون إلى مدرسة رسول الله، المفروض من الحكومات الإسلامية تمنع شراء مثل تلك القهوة، وتمنع من إدخال تلك القهوة إلى البلاد الإسلامية. أنا أتعجب شلون إنسان تقبل نفسه يشرب روث. يعني شلون المصنوعة من روث فضلات، شلون تقبل نفسه؟ هذا الحيوان، يعني شلون تقبل نفسك أنت تشرب وتقول ما أجمل وما أطعم تلك القهوة، ونسيت أنك قد عصيت رب الأرباب، عصيت جبار السماء، عصيت الله. هذه القهوة حرام شربها ونجس، حرام شربها ونجس تلك القهوة. ونسألكم الدعاء.